تخيل تبقى راكب طيارة فيها 237 بني آدم والطيارة تقع وتتفحم والكل يموت وانت الوحيد اللي تخرج منها سليم من غير خدش. تفتكر ان ده حظ؟ لا يا معلم، الفيلم ده اسمه اللعنة، لانك بقيت وجبة دسمة لناس تانية كل شغلتها في الحياة انها تلمس ايدك وتخطف منك الحظ ده علشان يكسبوا قمار. الحظ هنا مش نصيب، ده بضاعة بتتسرق بلمسة ايد. الفيلم بيبدأ في اسبانيا في كازينو مرمي في قلب صحراء واسعة ما بينتهيش اخرها. جوه الكازينو في راجل اصلع عمال يقش ويكسب في الرولت مرة ورا التانية بشكل مش طبيعي، وفي حد قاعد مراقبه بالملي من ورا كاميرا المراقبة. بعدها بشوية موظف اسمه جيرارد بياخد واحد اسمه فيدريكو وبيروح للراجل الاصلع ده. فيدريكو بيلمس ايده بيقول له لا مؤاخذة يا حاج، افتكرتك حد تاني. فيدريكو بعدها بيروح يلعب على مكنة قمار عادية وفجأة تضرب معاه ويكسب مبلغ خيالي. في نفس اللحظة اللي الراجل الأصلع بيبدأ يخسر فيها كل ما اللي محيلته، هنا بنكشف السر. الصدمة، فيدريكو بلمسة يد شفط الحظ من الراجل ده في ثانية. بعد شوية فيدريكو جيرارد بيروح المخبأ تحت الأرض. بنشوف راجل قاعد وحاطط قماشة سودا على راسه. لما جيرارد بيمشي الراجل بيشيل القماشة وبيطلع اسمه صامويل، وده يبقى الحوت الكبير صاحب الكازينو. فيدريكو بيقول له أنا خلاص استويت وجاي أقدم استقالتي وأمشي. فصامويل بيحاول يثبته ويقول له أنا صدري تعبني وهموت قريب وكل العز ده هيبقى بتاعك. بس فيدريكو بيرد عليه بكل ثقة إنه مش عاوز حاجة هو ما تعبش فيها. صامويل بيفكره إن هو اللي انتشله من وسط أنقاض زلزال مدمر ورباه وعلمه ازاي يستخدم موهبته في سرقة الحظ. بس فيدريكو بيصمم انه يمشي. وهو في الاسانسير صامويل بيحصله ويلمسه ويقول له انا اللي اكتشفت موهبتك ودلوقتي انا اللي هاخدها منك. وبيبصوا على خده ويمشي وبيسيب فيدريكو على الحديدة ومنهار. جيرارد ورجالته بياخدوا فيدريكو يضربوا علقة موت ويرموه على الطريق لانهم عارفين ان حظه خلاص اتسحب وبقى انسان عادي يتضرب عادي. بنشوف رقم تاتو على دراع صامويل وبنفهم انه كان مسجون وناجي من معسكرات النازية. المشهد بيتنقل ل7 سنين قدام، حادثة طيارة بشعة وبنشوف واحد وسط الحطام بيبص للنجوم. ده توماس سانتس الناجي الوحيد من الكارثة دي. الشرطة بتلاقي معاه فلوس كتير متلزقة على جسمه وصورة لواحدة ست. توماس بيفوق في المستشفى وبيحاول يهرب بس بتمسكه ضابطة اسمها سارة. في مكان تاني بنشوف فيدريكو مع واحد اسمه هوراشيو عمال يفتخر انه طرد مراته وجاله شيك بمبلغ ضخم. هوراشيو بيعمل اختبار حظ انتحاري، بيغمي عينه بقماشة سودا وبيجري وسط طريق سريع، بس للأسف النحس ركبه ومات تحت عجلات عربية. وفيدريكو بيراقب الصدمة وهو بيلهث. فيدريكو بيجيله رسالة من واحدة اسمها كلوديا بتقول له ان في واحد نجا من حادثة طيارة وبيروح لها يدفع لها فلوس علشان يشتري الملف ده. فيدريكو بيروح المستشفى وبيقابل الضابط سارة وبيقول لتوماس انه محظوظ جدا لانه احتمالية نجاته كانت 1 في 237 مليون. فيدريكو بيعرض عليه جيم قمار كبير مقابل حريته وبيهربوا من المستشفى بعد ما بيخدر الحراس. في العربية بيفهموا انهم هيستخدموا فلوس التأمين في الرهان وهيتقسموا المكسب بالنص بس بشرطين، اياك تلمسني واياك تطلع صورتي. بيروحوا المكان غريب بيدهنوا شعر توماس عسل اسود وبيدخلوا اوضة فيها مؤامرين كبار بيراهنوا ببيوتهم وعربياتهم. واحد اسمه أليخاندرو بيقول لتوماس احنا مش هنلعب بفلوس، هنلعب على صابع من صوابعك. توماس بيخاف ويحب يخلع بس فيدريكو بيقنعه انه مستحيل يخسر لان موهبته هي سرقة حظ اللي حواليه. اللعبة بتبدأ وهما متغميين وفي حشرة بتطير في الأوضة والضلمة بتقلب نور. الحشرة بتقف على راس توماس وده معناه انه كسب كل حاجة. فيدريكو بيكلم صامويل وبيتحدى انه لسه في الملعب وهيوصل له قريب. توماس وفيدريكو بيعيشوا في الفيلا
اللي كسبوها. وتوماس بيكلم آنا حبيبته، بس الشرطة كانت مراقبة الخط. فجأة الشرطة بتهجم عليهم وتوماس بيضطر يلمس فيدريكو علشان يطلعوا السور ويهربوا، وفيدريكو بيتعصب وبيحذره تاني. توماس بيحكي ان آنا كانت المفروض معاه في الطيارة بس الحظ خدمها وما ركبتش. الضابطة سارة بتوصل لأليخاندرو اللي بيمثل ان الفيلا اتسرقت، بس هي بتكشفه وبتثبته، فبيقول لها انه عارف انها كمان محظوظة لانها الناجية الوحيدة من حادثة عربية مات فيها جوزها وبنتها، وان حظها ده مسحوب من دم غيرها. أليخاندرو بياخد سارة لمكان قمار سري تاني علشان تقبض على توماس، وهناك بنشوف المسجونين ناس محتاجة فلوس والمقامرين بيفضلوا يلمسوا فيهم علشان يشفطوا حظهم. سارة بتندمج في اللعبة وبتبوس المسجون بتاعها بجنون، بس فجأة بتكتشف انه توماس. بتطلع مسدسها بس الامن بيضربها واللعبة بتفسد. توماس وفيدريكو بيخلعوا وفيدريكو بياخد صورة سارة لان حظها بقى ملكهم. بعدها فيدريكو بيغدر بتوماس ويسرق صورة آنا ويراهن بيها في لعبة جري في الغابة وهم متغميين وسط الشجر. توماس بيلبس في شجرة وبيخسر وفيدريكو بيسيبه وبيمشي بمنتهى الندالة. أليخاندرو بياخد صورة آنا وفي نفس الوقت آنا في بيتها بتتصب رصاصة طايشة من عسكري كان بينظف سلاحه، وبنفهم ان ده تأثير خسارة حظها. اما توماس فبيروح لفيدريكو وبيفرمه ضرب، وفيدريكو بيقول له ان الحل الوحيد هو انه يلعب صامويل نفسه في مخبأه. توماس بيروح هناك ويلبس البدلة البيضة، وصامويل بيحكي له قصة طفولته المرعبة في المعسكرات وازاي الكل مات وهو عاش بفضل حظهم. اللعبة بتبدأ رولت روسية. توماس بيضرب طلقة وبتطلع فاضية. صامويل بيسحب الزناد على سارة اللي كانت دخلت فجأة والطلقة برضه بتطلع فاضية. حظ صامويل لسه جبار. الدنيا بتضلم والضرب بيشتغل. فيدريكو بيدخل بيلاقي الكل فطس ما عدا توماس. صامويل مات وسارة ماتت وهي بتتخيل توماس انه جوزها. توماس بياخد صورة آنا وفيدريكو بيقعد مكان صامويل ببرود يستقبل الشرطة. الفيلم بيخلص وتوماس بيحرق صورة آنا في قلب الصحراء علشان يحررها من لعنة الحظ دي ويجري يشوف حاله. بس كده، لو عجبك الفيديو يا صديقي ما تنسانيش باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تذكر ربنا وتصلي على سيدنا محمد على افضل الصلاة والسلام. واشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.